هنعمل النهاردة كيك شوكولاتة بدقيق القمح الكامل، سهلة جدا ومكوناتها بسيطة وطعمها في منتهى الجمال. تابعوا بقى معانا الفيديو للآخر، وما تنسوش يا حلوين لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. دي المكونات بتاعتنا. هيكون معانا نص كوباية زيت، ونص كوباية سكر، وبيضتين، معلقتين كبار كاكاو خام، ونستخدم نوع كاكاو يكون كويس. ومعايا دقيق قمح كامل فاخر، هستخدم منه كوباية ونص، ممكن نحتاج نزود معلقة او معلقتين كمان. ومعايا كوباية مية او كوباية لبن لو حابين، يعني ممكن تستبدلوها بكوباية لبن، وكيس بيكنج باودر وفانيليا. في الخلاط بقى حطيت السكر، نص كوباية سكر عليها نص كوباية زيت، وحطيت البيضتين والفانيليا وضربت في الخلاط كويس. وبعد كده نزلت بكوباية المية وضربت كويس في الخلاط لغايه كده ما اللون يفتح. وده كده الخليط بتاعنا. صبيته بقى في بوله، وحطيت باكل بيكنج باودر ومعلقتين الكاكاو الخام، وقلبت كل ده مع بعضه. وبعد كده بقى حطيت الدقيق، حطيته كده على دفعتين، ممكن نحطه على دفعه واحده مفيش مشكله. حطيت بقى بقيه الدقيق وقلبت. وعايزه اقول لكم ان دقيق القمح الكامل مش بننخله، نقلب بقى كويس كده لغايه ما اتاكد ان كله امتزج مع بعضه ومفيش اي مواد جافه. لقيت كده الخليط خفيف، فزودت كمان معلقه او اتنين كده من الدقيق. وبس كده، ده القوام بتاع الخليط بتاعنا. جبت بقى صينيه مقاس 24، ممكن لغايه مقاس 26 لو حابين السمك اقل شويه. وصبيت بقى الخليط وسخنت الفرن كويس جدا وعلى درجه حراره 180، ودخلت بقى الصينيه في النص. هتاخد حوالي يعني ساعة الا تلت، ساعة الا ربع. هنختبرها كده من النص بخلة او بسكينة، لو طلعت نظيفة خلاص يبقى هي كده استوت تمام. بعد بقى ما هدت وبردت قلبتها ورجعتها تاني كده على وشها عشان اصب عليها الخليط او الصوص بتاع الشوكولاتة. ده صوص شوكولاتة كان عندي، هو طريقته سهلة جدا ومكوناته بسيطة. في طاسة كده او حلة مناسبة هنحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، واهم حاجة يكون نوع كاكاو كويس. ونحط بقى سكر حسب الرغبة، يعني معلقتين كبار او حسب بقى رغبتكم في السكر، يعني ما تزودوش في الاول، وفي الاخر كده دوقوا الصوص، لو محتاجين تزودوا سكر زودوا. وهيكون معانا تلتين كوباية او كوباية الا ربع من اللبن، هندوب فيها معلقة صغيرة نشا ونصبها على الكاكاو مع التقليب بقى المستمر على نار متوسطة لغاية كده ما القوام يتقل ويعمل كده فقاقيع ويبقبق كده. هنقفل بقى النار ونسيبه يهدى. طبعا في البداية بيكون خفيف شوية، ولما بنسيبه بيتقل اكتر. ده سوداني حلويات، يعني هو غير مملح ومحمص، يعني كان محمص نص تحميصة كده. ضربته في الكبة ضربة بسيطة عشان يتكسر كده، وحطيته بقى على الوش. كيك الحقيقة في منتهى الجمال وبسيط ومكونات بسيطة، وبيشبع اكتر من اللي هو الكيك اللي بالدقيق الابيض. يا ريت بقى تجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه. وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. نتقابل على خير، مع السلامة.